عمرك حسيت إنك صاحي من النوم ما عندكش باور؟ فاقد الشغف؟ حاسس إنك مش قادر تقوم من السرير، ما عندكش طاقة لا تروح الشغل ولا تقعد في البيت ولا تعمل حاجة؟ طيب تفتكر هو الطاقة دي بتخلص بسببك ولا في حد بياخدها منك؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. بص، عمرك قعدت مع شخص خرجت من القعدة حسيت إن أنت مش مرتاح؟ حاسس إنك مضغوط كده أو مخنوق؟ دي حاجة اسمها مصاصين الطاقة. يعني إيه بقى مصاصين الطاقة؟ هقولك، بس اعملي لايك وشير وكتير. أول نوع في مصاصين الطاقة دول الضحية، اللي قاعد الدنيا جاية عليا، اللي دايماً شايل هموم الدنيا وكل لما تشوفه لازم يشتكي لك ومش عايز حلول. هو مش عايز حلول، هو قاعد لك كده ضحية. يا إما بيشتكي من فراغ يا إما بيشتكي ومفيش أصلاً مشكلة. بس دول من أنواع مصاصين الطاقة. الناقد الساخر، السوسة أبو دم خفيف، اللي يقعد يتكلم على شكلك ولبسك وتصرفاتك وكاريرك ودراستك ويقولك أنا كنت بضحك معاك، هو أنت زعلت؟ ده من الناس اللي بتمص طاقتك وأنت مش حاسس، وتخرج من القعدة أنت مش عارف تضحك ولا تعيط. ما هو قررلك كل مشاكلك وهو بيهزر. ولو أنت بقى اتضايقت هيقولك إيه؟ أنا كنت بضحك معاك، أنت إيه اللي ضايقك؟ وهتطلع أنت الوحش. ولو خرجت ما اتكلمتش هتحس إحساس وحش. أحب أطمنك. والناس اللي بتاخد ما تديش، يعني تلاقيه قاعد معاك وبيحكي لك مشاكله ومقعدك في حياته وبياخد منك دعم وبياخد منك طاقة وبياخد منك أفكار، وأول لما تحتاجه في حاجة يقولك معلش هبقى أجيلك تاني، أنا هعدي عليك كده وأنا معدي. النوع ده نهرب، احنا عارفين طبعا بنجري. لازم بقى بعد كل قعدة وكل خروجة مع أشخاص لازم تسأل نفسك ايه اللي حصل بالظبط. أنا خارج من الخروجة دي مبسوط ولا زهقان ولا زعلان ولا متضايق ولا مخنوق؟ فتبدأ تفهم إن دول مصاصين طاقة ولا لأ، لأن الطاقة اللي اتاخدت دي ما بترجعش، بيشفطوا. اللي محتاج تعمله طول الوقت إنك تاخد بالك من طاقتك، لأن في ناس بتتغذى عليك، بتتغذى على ثقتك واهتمامك وحبك ومشاعرك، بتتغذى على كل حاجة فيك. فأنت عشان تمنع ده لازم طول الوقت تخلي بالك من طاقتك وتدي الناس التانية بس بقدر، وتديهم من وقتك واهتمامك وثقتك بس في حدود اللي ما يخليش طاقتك تخلص، لأنه مصاصين الطاقة دول بيسيبوك وانت هيكل عظم. اسمع مني وما تراجعش وراي. طب انتي دلوقتي قلقتيني وما قلتليش اعمل ايه؟ كل مرة تقعد فيها مع الناس اسأل نفسك، هو انا الناس دي بتضيف لي ولا انا بس اللي بضيف لها؟ طب اوقات بيضيفوا لي واوقات بضيف لهم ولا انا بس اللي بضيف لهم؟ لو لقيت نفسك وجودهم داعم وبيضيفوا لك، ساعتها هنكمل مع الناس دي وساعتها هنقابلهم تاني، وساعتها هنبقى بنحافظ على طاقتنا وطاقتهم. بس ما ينفعش نبقى موجودين في مكان احنا بس الطرف الداعم جواه. فلازم طول الوقت نحاول ان احنا الموضوع يبقى هات وخد. ده في كل علاقاتنا مش بس مع مصاصين الطاقة. حاجة تانية حابة اقولها لك، انك لازم مش طول الوقت تبقى وسط ناس، يعني وقت كده مع الناس ووقت تكون بتدعم نفسك بنفسك، عشان تتعود تخلي بالك من نفسك وعلى نفسك وتحاول تاخد قراراتك بنفسك لوحدك. مش لازم يكون حواليك حد بيقرر لك ولا بيقرر معاك. وبس كده. اكتبلي في الكومنتات وهقولك حاجات أكتر هتساعدك وهتخليك كمان عندك طاقة إيجابية، واسمع الفيديوهات اللي قبل كده مش هتخسر حاجة صدقني. واكتبلي في الكومنتات كل حاجة حسيت بيها قعدت فيها مع أشخاص، أو حتى مشاعر غلط حسيتها لما قعدت مع حد. وبس كده، باي باي.